بص، بعيدا عن الحظ، بعيدا لو انت شايف ان امين عمر عقرب الماتش، البقاء لله في شخصيه لعيبه الزمالك. انا اديها 75 بدافع. لعيبه الزمالك بتباصي لورا، انيس بوجلبان بيغير تغييرات هجوميه، والبغل اللي عندي البغل البرتغالي بيغير تغييرات دفاعيه، او ما بيغيرش التغيير اللي نازل بيها دفاعي اصلا لهجومي. مش ممكن، مش ممكن. الزمالك بقى حاجه، استغفر الله العلي العظيم. انا بدافع كل التحيه لعواد فقط لا غير في الروح. الواد عواد بيزعلهم في الدقيقه 85. عواد مسك الكوره عايزين نهاجم في الدقيقه 85 وهو متعادل وهصعد كونفدراليه، لا 8 واقفين جنبه بيزعق فيهم. صلاح مصدق اللي جاي لي من الزمرده في المغرب بيقول له اهدى اهدى لسه بدري، اهدى الدقيقه 85 وهلعب كونفدراليه لثالث سنه وتقول له اهدى. انت فاكر نفسك في المغرب ولا فاكر نفسك فين؟ مش ممكن. انت ماشي نادي الزمرده ده يطلع رابع يطلع ثالث، انت في الزمالك يا ابني. انا عايز اصعد افريقيا. رسميا الزمالك كونفدراليه عشان لعيبه ما عندهاش دم، مش عارفه شخصيه الزمالك والفحل البرتغالي. الزمالك ابتدى الماتش بعواد في الجون وخمسه في الدفاع، محمد حمدي، صلاح مصدق، حسام عبد المجيد، الزناري وعمر جابر، دونجا وعبد الله السعيد، وعندك شحاته وشلبي وناصر منسي. الزمالك نوعا ما ابتدى نص ساعه ضاغط وكويس وممتاز. خانق المصري. بص، لما المصري كان معاه الكوره انت كنت بتضغط بسته: ناصر منسي، مصطفى شلبي، شحاته، عبد الله السعيد، عمر جابر، ودونجا من وراهم. زنق المصري عمال يطفش. صنعت كام فرصه، اللعيبه عايزه في روح بدنيه. ابتديت تقل اخر ربع ساعه في الشوط الاول، عملت ايه؟ تدافع. طب ده نادي الزمالك، قلنا معلش اللعيبه تعبت وتكتيكيا وفنيا ما ينفعش تضغط 45 دقيقه يمكن. وانا شكرت في فيسيرو الشوط الاول، قلت مع دربهم على حاجه، الزمالك احسن شويه نوعا ما. قبل ما اخش على الشوط الثاني واللي حصل فيه، الوحيد اللي بان في الشوط الاول مصطفى شلبي. مصطفى شلبي حييك، انت نجم الشوط الاول. لكن مصطفى شلبي هين عليه ان جمهور الزمالك يطلع يشكر فيه. عمل شوط ثاني زي الخرا، رجع لمصطفى شلبي بتاع زمان. هتقول لي تعبت في لعيب دولي عنده 31 سنه بيلعب من شوط واحد؟ انا مش عارف. محمد شحاته، بص انت جات لك فرصتين في الشوط الاول، انت بدنيا ممتاز، بس انت لو مش عارف تفنش ما تلعبش في نادي الزمالك. انت واضح انك خلاص هتاخد ادوار هجوميه، مش عارف تفنش. ايه الفرق ما بينك وما بين امام عاشور؟ عشان امام عاشور يبقى احسن لعيب في مصر، الفينش. امام عاشور عنده شخصيه وبيشوط، انت ما بتعرفش تفنش. مش ممكن. برضو خط دفاع الزمالك بيلعب على الاوفسايد تراب في الشوط الاول. طب حلو قوي، متعودين الاوفسايد تراب وبسيرو مسوي لي فيها هانز فليك. بص على كل كوره كانت خطر للمصري. حسام عبد المجيد واقف في حته، الزناري في حته، صلاح مصدق في حته. قعد اسبوعين بسيرو ومش عارف يعلمهم يقفوا دفاعيا. هجوميا كنت كويس شويه، بس تعالى الشوط الثاني بقى. ابتديت كويس وناصر منسي جاب جون اوفسايد. بسيرو البرتغالي ابو بتطلع ناصر منسي. يا نهار اسود على الفجر، يا نهار اسود. ده انت اللي عملته ده هتتحاسب عليه في الفيفا. ده تغيير بينزل بقى سيف الدين الجزيري. انا اشك لازم يتعمل تحليل لسيف الدين الجزيري بعد المباراه دي. كان شارب حاجه، بكل احترامه في حاجه. ما كانش شارب حاجه يبقى ما كانش نايم كويس. كان في حاجه مش طبيعيه في سيف الدين الجزيري النهارده. هو وحش بس ده مش اداء لعيب. يعني اللعيب بيبقى حلو وحش مقرف، ده مش اداء لعيب كوره. احنا لو جبنا مارادونا الله يرحمه كان هيبقى افضل من كده. مش ممكن، مش ممكن. ناصر منسي جاب جون واتلغى، تروح انت مطلعه ومنزل سيف الدين الجزيري في الدقيقه 75 اللي انت عايز تهاجم عشان ما توصلش كونفدراليه، عشان ما تروحش كونفدراليه وتضايق الاهلي وتلعب معاه افريقيا. طب ازاي؟ بتطلع الزناري في الدقيقه 85، ابتديت تهاجم في الدقيقه 85. ده ايه العبط ده؟ ايه الهطل ده؟ ايه الهطل ده؟ وناصر ماهر، ناصر ماهر كان لازم ينزل من بدري قوي، هو اللي بيروح وبيحاول. نزلوه في الدقيقه 75. ويشو انت بيصيروا عكيت التشكيله. في الاسبوعين دربت اللعيبه على شويه كور عاليه، بس لا دربتهم دفاعيا ولا دربتهم على اسمه ايه الكور الثابته، ولا حتى عملت طريقه هجوميه. وفي ادارتك للمباراه صفر. ما عرفتش تغير، ما عرفتش تعمل اي حاجه. نيله. حد ينزل محمد عاطف؟ لا تعالى لي يا محمد عاطف. محمد عاطف اول كوره قدام محمد حمدي فاضي، ارجع لعوده عواد يلا. ده لعيب يلعب في نادي الزمالك؟ دي لعيبه الدقيقه 85 بتباصي لورا تلعب في نادي الزمالك؟ ايه 3-4-3 دي؟ وايه 5-4-1؟ ايه العك ده؟ دي تشكيلات ما يلعبش بيها الزمالك. مش ممكن.
مش ممكن، وبيطلع ناصر منسي وادارته المباراه غلط. بيسيرو لازم يمشي النهارده، خلاص شكرا كده بقى، انت مفيش دوري خلاص، خلصت بقى. فاضل على ماتش الكاس قد ايه يا ريس؟ 5/6. 5/6 بتعرف تحسب يا كابتن حسين لبيب؟ 35 يوم. مشيه، هات مدرب اجنبي وشكرا، هو اللي يلعب لك ماتش الكاس. لو عايز تكسب بيراميدز زي ما انت بالمنظر ده، خلاص انا كونفدراليه، خلاص ما اقعدش جعفر في الدوري، اجيب مدرب يقعد الخمس ماتشات والست ماتشات الباقيين في الدوري، ياخد على اللعيبه، وهيلاعب بيراميدز ماتش ياخد على بيراميدز، ويلعب لي هو ماتش الكاس. كل اللي بيدافعوا عن بيسيرو ويقولوا استقرار، يا ريت تسكتوا بقى. لعيب مدرب ما بيعرفش يغير. ناصر منسي كويس، طلعه بره، نزل سيف الدين الجزيري. شلبي تعب ماشي. عبد الله عبد الله وحش بس سيبه في الملعب ونزل معاه ناصر ماهر، لا طلع لي عبد الله بره. والزناري ورا، الزناري كويس بس تدفع ليه؟ طلع واحد، ما هو مش ممكن. تقييمات ماتش مصري للعيبه ولبسيرو. عواد من وجهه نظري نجم المباراه، عنده شخصيه، راجل بيزعق، عايز الزمالك يكسب. 8 من 10 عواد، وشال كام كوره. صلاح مصدق، لو هعدي مشهد اللي بيقول لعواد في الدقيقه 87 اهدى وانا عايز اكسب عشان اكمل منافسه على المركز الثاني على الاقل، كاداء في الملعب هو 9 من 10 كان ممتاز. بس انا نفسي افهم، صلاح مصدق انت عارف انك تلعب في الزمالك؟ لما عواد يزعق فيك ويقول يلا اطلعوا، ما تقولوش اهدى انا عايز اكسب. حسام عبد المجيد 8 من 10، الزناري 8 من 10. دفاع الزمالك النهارده بعيدا ان كان بيقفوا غلط في الاوفسايد تراب اللي بسيرو عايز يعملها، بس ككل واحد فردي كان ممتاز. كابتن عمر جابر، الناس كلها بتنتقدني عشان ابن الزمالك، يا حبيبي ابن الزمالك نخليه اداري، ما بيعرفش يهاجم، ما بيعرفش يرفع اوفر. عارف عمر جابر اللعيب، لعيب صايع من الاخر، انا هباصي اللي جنبي بدل ما اعمل الريسك باص عشان جمهور الزمالك ما يشتمنيش. طب انا مش عايز لعيب زي ده في الزمالك، ما بيضيفليش حاجه يا جماعه، بيستخبى لعيب جمان. مع احترامي بقى خلاص، انا ياما اتهاجمت عشان عمر جابر، بس ده رايي فيه. 4 من 10، وانا عايز باك يهاجم، باك يعمل واجباته. عمر جابر لا، بيتدارى. محمد حمدي اول ماتش يلعبه باك شمال، يعني نوعا ما يعدي، نوعا ما هعذره، اول ماتش يلعبه باك شمال مع الزمالك. عادة كان بيلعب وينج. 6 من 10. دونجا انت بتطجن وعمال تصرخ وبتقلب الحكام علينا. 3 من 10. دونجا بقى تقيل على قلبي اقسم بالله خلاص. عبد الله السعيد للاسف اسوأ ماتش ليه للاسف. 4 من 10. الاربعه دي عشان عمل كذا كوره عاليه كنا ممكن نخلص بيهم الماتش، بس لولا سوء الحظ. اطلع قدام مصطفى شلبي، شوط اول 9 من 10، احسن شوط ليك، بس تقريبا مصطفى شلبي هين عليه ان جمهور الزمالك يقعد يشكر فيه ماتش كامل، لازم يفقعنا. بس انا هتغاضى، 7 من 10. شوط تاني سيء يا مصطفى شلبي. محمد شحاته، بص يا محمد شحاته، انت ما بتلعبش في مركزك بس في شويه كور تطلع الواحد من المله، ما انت مش ممكن مش طب انت ما بتلعبش في مركزك وما بتعرفش تفنش، بتالف كوره ليه؟ انت بدنيا وبتضغط على الكوره وبتقطع كويس وراجل في الملعب، بس بتالف في الكوره ليه؟ بيضيع كورتين وفي كوره رداله بيحاول ياخدها تشيب في الدقيقه 80، تشيب وقع وما خدش حاجه. 5 من 10. ناصر منسي، اقسم بالله لعيب راجل، والمدرب اللي بره ده ولا بيفهم ولا فيها، وكان بيقعده دكه، ولما لعبه وفاق وجاب جون واتلغى طلعه. 9 من 10. ناصر منسي انت لعيب ممتاز. اللي نزلوا سيف الدين الجزيري، تعالى يا غداوي، تحيا تونس واهل تونس كلها. 0 من 10. انت ما تلعبش كوره تاني. يعني مصطفى شلبي ممكن يلعب كوره في ام بي اسمنت اسيوط، انت يا جزيري اعتزل، روح على تونس، افتح شركه سيلز، تشغل ناس عندك بقى وتمويل عقاري والدنيا حلوه، لكن بنحبك برشا، بعد اذنك اتكل على الله. 0 من 10. لعيب بايع وناسي كل حاجه ولا ليه اي لازمه. بقيه اللي نزلوا عاطف 0 عشان الواد بيباصي لورا، عاطف نازل بيباصي يا لهوي، بيباصي لقدام عرض، لا بيباصي لورا. مين تاني نزل؟ ايشو الكابتن الناشئ 23 سنه ما شاء الله. كنت بكلم واحد صاحبي بيقول لي ما ينفعش ينزله في اوقات ضغط زي كده. طب ينزل امتى؟ ده ناشئ، ده كان بيلعب من ايام فريرا ما كان شاب. ناشئ ايه؟ طلعوه اعاره، ده بيطلع بالكره بره، مش عارف يعرض، مش عارف يباصي. 0. محدش تاني نزل تقريبا، مفيش حد تاني نزل. وتقييمي لبسيرو، مباراه جيده جدا يا بسيرو، ممتاز. 10 من 10 عشان الاستقرار، عشان لما اقول للناس يمشي قبل اسبوعين من ماتش المصري عشان الحق انافس على الدوري، قعدوا يقولوا لي انت ما بتفهمش حاجه، الاستقرار. يبقى 10 من 10. 0. بسيرو 0 عشان بسيرو ده مش مدرب كوره، بسيرو ده تعبان. الوانا اللي عامل فيديو انا بتريق على نفسي بقول مميزات بسيرو، وموزيرو احسن من جروس، وكنت مخدوع، بس انا لما بتخدع بطلع ما بكبرش، بقول لك كنت مخدوع. يا ريت تمشي، حل عن ابونا، هنتغلب ماتش بيراميدز 6،
هنتغلب 6، امشي وهات مدرب اجنبي. في نهايه الحلقه يا حسين يا لبيب، انت فشلت في كل حاجه. شخصيه لعيبه الزمالك النهارده صفر. انا بدافع قدام المصري، لازم اجيب مدرب يعيد بناء شخصيه الزمالك زي جوميز. جوميز كان بيهاجم على الاهلي وهو صرف مليارات. انا مع بيسيرو بدافع ضد المصري. دي الجمله اللي تتقال كده، عنوان الحلقه. انا مع جوميز كنت بدافع مع الاهلي، مع بيسيرو بدافع قدام المصري. عايز ايه اكتر من كده؟ ده انا الزمالك، انا الزمالك اللي باحمد خانم سلطان ومحمود فتح الله وعمرو الصفتي كنت بهاجم الاهلي، كنت بشرس عليه وهو معاه وائل جمعه وابو تريكه وبركات وي ادافع قدام المصري. يبقى ده مدرب لا يصلح للزمالك. انا كان عندي شخصيه هجوميه دايما وانا بطلع رابع على الدوري، انا بدافع قدام المصري، المصري بيهاجم عليا. فخر الدين بيوسف بيدي في الدقيقه 90. دكتور سالمين، ومش عايزين ننسى ندعي اخواتنا في غزه. سلام.